سألتها ليه ما حاولتيش تنقذي الجواز قبل ما تطلقي؟ قالت لي هو انت فاكر ان الطلاق هو اللي بيحصل اللي عند المأذون؟ الطلاق بيحصل نفسيا قبلها بكتير. في كل مرة احتجت فيها يطبطب عليا وسابني او عمل نفسه مشغول او قال لي اطلعي بره انا عايز انام لوحدي، في كل مرة حكيت له على اللي واجعني وكان بيستهزأ بيا او يقلل منه. في كل مره كنت بتمنى انه يبقى رومانسي معايا ولو للحظه واحده ويحسسني ان انا لسه ست. في كل مره كنت بوريه فيها شكلي في فستان جديد وكان يدور وشه الناحيه التانيه او يتريق على شكلي فيه. في كل مره خذلني وما خدليش حقي من ناس اساءوا ليا ونزل من نظري كراجل. في كل مره شتمني وضربني قدام ولادي وقلل احترامهم ليا. كل مرة كنت بعيط لما بشوف اتنين بيحبوا بعض وجوايا الغيرة ملياني لاني نفسي اعيش لحظات زي دي. في كل مرة كنت بحس بيها بوحدة قاسية حتى وانا نايمة جنبه. في كل مرة حسسني فيها ان انا نص ست وان مش كفاية ليه. في كل مرة كان بيضرب فيها الاولاد ويهينهم علشان يوجعني بيهم. في كل مرة وعدني فيها ان هو هيبقى سند حقيقي وطلعت مسنودة على حيطة مايلة وخدتني ووقعت بيا. الشرع بيقول 3 طلقات وبعدها مفيش رجوع، وانا اتطلقت منه 100 مرة وعشت معاه كانت باطل.